اتكلمنا عن 6 من 11 حكوا عن أزواجهم، 4 ذموا و2 شكروا. تعالوا نكمل ونشوف السبعة قالت ايه. السبعة قالت: زوجي عيياء أو غايياء، طبقا، كل داء له داء، شجكي أو فلكي أو جمع كل لك. راجل ما يتعاشرش، راجل مجهد، تيجي تتكلمي معاه يا يفتح دماغك شجكي، يا يكسر سنانك فلكي، أو جمع كل لك، يا يكسر دماغك ويكسر سنانك. طب التامنة قالت: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. وفي روايات تانية كملت وقالت: وأنا أغلب والناس تغلب. دي شكرت. كده بقينا 5-3، 5 ذموا و3 شكروا. المس مس أرنب يعني لين ناعم، والريح ريح زرنب. الزرنب ده نوع من أنواع الروائح الطيبة، بتوصف جوزها إن هو لطيف. والرواية اللي بتقول فيها وأنا أغلب والناس تغلب يعني أنا رقم 1 عنده، فدي شكرت في جوزها. التاسعة قالت: جي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. دي برضو شكرت، بتقول على جوزها انه راجل شريف في اهله. طويل النجاد، النجاد اللي هو جراب السيف، وجراب السيف الطويل كان علامة من علامات الشرف في العرب. عظيم الرماد يعني الرماد عنده كتير من كتر ما بيولع نار وبيكرم الضيوف. قريب البيت من الناد يعني مش في حتة مقطوعة عشان ما حدش يجيله، لا ده قريب من اماكن تجمع الناس عشان يستقبل الضيوف على طول. فشكرت في جوزها. كده احنا اتكلمنا عن 9، 5 ذموا و4 شكروا. الفيديو الجاي ان شاء الله نتكلم عن الاتنين اللي فاضلين، ونشوف المحصلة النهائية، ونعرف قصة أم زرع اللي الحديث اتسمى باسمها. تابعوني.